خدوا بالكم من الحب والعشق اللي هحكي لكم عنه في قصتنا ديت. هو عشق بس من نوع تاني. لما يكون العشق مع بشر شيء عادي، انما اللي مش عادي ان يكون العشق ده مع جن. عشق الجن. والقصه اللي معانا النهارده هي اغرب قصه هتسمع عنها عن عشق الجن للانس. وهي قصه عامله زي قصص الف ليله وليله، وممكن يكون في ناس من حضراتكم مش هتصدقها، بس عايز اقول لكم ان القصه حقيقيه وهتعجبكم. وبعد ما تشوفوا الحلقه عايز اعرف رايكم وتعليقاتكم عليها، وزي ما بنقول كل مره على الله حكايتنا. I will eat you. السلام عليكم اعزائي المتابعين والمشاهدين في كل مكان من كل انحاء العالم العربي. وفي بدايه قصتنا عايز اقول لكم ان كل اهل الريف معروفين بالبساطه، ومفيش فيهم حد بيحقد على حد، ولكن الفقر والجهل وكتره عدد العيال ده اللي كان بيخليهم انهم يجوزوا بناتهم في سن صغير جدا، وده عشان ترتاح الاسره من المصاريف. وكانت بطله قصتنا واسمها نعيمه، بنت غايه في الجمال، جمالها باهر. كانت بتحسدها بنات القريه كلهم، فكانت لما بتعدي من قدامهم بتاخد العقول من جمال وشها اللي ربنا ابدع فيه وصور. ولكن الجمال نعمه، بس برضه ممكن يتحول لنقمه لصاحبته لو كان معاه سوء الحظ. ولما فتحت نعيمه عينيها على الدنيا لقت نفسها بتعيش في اسره فقيره وعددها كبير. ولما تقدم لها شاب للجواز ابوها وافق بسرعه، لانه شاب عنده حته ارض زراعيه صغيره، ولكن بالنسبه للاسره الفقيره بيعتبروه متيسر ماديا. واتنقلت البنت الجميله لبيت جوزها اللي كان قاسي وبخيل وغيور جدا عليها، وكان بيضربها ويهينها لاتفه الاسباب. وتحملت نعيمه نصيبها، وخصوصا وانها خلفت 3 ولاد. وفي يوم من الايام وهي خارجه للارض الصبح بدري لمحتها عيون جن عاشق نعيمه وحبها حب جنون، وملكت فؤاده بجمالها وسكوتها وقله حيلتها وصبرها على جوزها اللي مش مقدر تضحياتها وشغلها في الارض من غير شكوى، ورعايه اولادها وخدمه اهل جوزها ورضاها بقل القليل. وفي يوم الصبح لقوا جوز نعيمه ميت وعلى وشه علامات الخوف والفزع، وشافوا كلمه مكتوبه على الارض جنبه: يا ويل اللي يفرط في نعمه ربنا. ورجعت نعيمه مره تانيه لبيت اهلها، بس مش راجعه لوحدها، ديت راجعه باولادها ال3. طب ازاي هتقدر تاكلهم وتصرف عليهم؟ المسؤوليه بقت تقيله عليها. بس في يوم ظهر ليها الجن على هيئه شاب جميل وقال لها: انا بعشقك واللي انت عاوزاه انا هحققه، بس تكوني ليا لوحدي. ووافقت نعيمه على طلب الجن العاشق. ولكن بعد فتره حس الجيران بتغيير على عيله نعيمه، لان بقت حالتهم ميسوره وبدا يبان عليهم الغنى، وبقت عيله نعيمه هي حكايه النميمه لاهل البلد. لما ظهرت عليهم النعمه المفاجاه، وخصوصا ان مفيش حد منهم مسافر بره او حد منهم ورث. والاعجب انهم جددوا بيتهم واشتروا ارض زراعيه كبيره، وتحسنت احوالهم بشكل كبير. وكان جيرانهم هم اكتر اهل القريه عندهم فضول انهم يعرفوا منين الغنى ده كله. وكانت في واحده ست من الجيران عندها فضول زياده، وهي اكترهم اللي عندها فراغ، فكانت بتقعد كل يوم قدام بيتها عشان تتابع اخبار عيله نعيمه. وكانت بتسال ولاد نعيمه عن سر تغيير حالتهم، عايزه تعرف الحقيقه، هل هم لقوا كنز ولا سرقوا ولا ايه بالظبط. وفضلت الجاره الفضوليه ديت تراقب بيتهم كل يوم من الصبح لحد اخر اليوم، وكانت بتتعجب لما تشوف ولاد نعيمه الصغيرين وهم معاهم فاكهه مش في اوانها. وشافت مره تانيه حد من ولاد نعيمه بيلعب مع اخوه بحته دهب غريبه الشكل. ولكن الاعجب لما شافت الست الحشريه ديت شاب شكله جميل خارج من وقت للتاني من بيت نعيمه، ورجوعه بعد كام ساعه وشكله مش من شباب البلد، لانها بتعرفهم كلهم وما شافتش الشاب ده قبل كده. وده اللي زود الفضول عندها، فقررت كشف سر عيله نعيمه باي ثمن. واستنت جارتهم الحشريه الشاب الغريب ده لما خرج من البيت، وخبطت على باب البيت
وفتحوا لها ودخلت، بس نعيمه ما كانتش موجوده وحست انهم مش مرحبين بيها وعاوزين يتخلصوا منها، وبدات تكلمهم على اللي بيدور من كلام اهل البلد عنهم وعن الغنى المفاجئ، وهي بتبين ليهم انها بتحبهم، وكلهم قاعدين مستحملين كلامها بالعافيه وعاوزينها تمشي بسرعه. وبعد شويه خبط باب البيت وكلهم في وشهم القلق، وكلهم بصوا على الباب، وكمان الضيفه الحشريه اللي مستنيه اللحظه ديت. ولما فتح الباب حد من ولاد نعيمه شافت الجاره الشاب وهو داخل البيت عادي. لما دخل البيت اتحول شكله من الشاب واتغيرت ملامحه لنعيمه. الجاره استغربت وقالت نعيمه معقوله؟ والدهشه عقدت لسانها والرعب مسكها، واتفاجئت نعيمه انها موجوده، واضطرت انها تكشف سرها، وقالت لها انها مخويه جني وبيعشقها وبيغير عليها فبيحولها لشاب عشان محدش يحبها غيره. واول ما تدخل البيت بترجع لهيئتها وهي نعيمه، وطلبت نعيمه من جارتهم انها تحفظ السر، فعهدتها جارتهم على كده. نعيمه تديها فلوس وهدايا، وبدات جارتهم تطمع وبقت ضيف دايم عندهم، بتاخد منهم كل اللي هي عايزاه، وبداوا يزهقوا من طلباتها، وبقت طلباتها كتير، واخر طلب هو انها عايزه تشتري حته ارض لاولادها زيهم، وطلبت منهم ذهب وفلوس كتير، وبدات تهددهم انهم لو ما نفذوش اللي هي عايزاه هتفضحهم وتقول سرهم لكل اهل البلد. وبقى كل يوم طمعها بيزيد، وكان كلامها اخر مره هددتهم انها لو مش هتاخد اللي هي عايزاه هتتكلم. ورفضت نعيمه الابتزاز ده وطردتها من البيت، وزعلت جارتهم وعايزه تنتقم منها، فراحت بسرعه لكل جيرانهم في البلد وقالت على سر نعيمه، والخبر ده في دقايق كان على لسان كل سكان البلد، وكان الخبر خلاهم يخافوا من نعيمه واهلها. ورجعت جارتهم لبيتها وهي شمتانه فيهم وبتقول ده جزاء اللي يضحك عليا، وهشوف ازاي هيعيشوا في البلد. وتاني يوم الصبح بدري دخل عليها ولاد الجاره الحشريه عشان يصحوها من النوم، لقوها ميته في سريرها وعلى وشها ملامح الرعب والفزع، وجنبها ورقه مكتوب عليها ده جزاء اللي يكشف السر ويخون العهد. وملقوش الجيران اي اثر لعيله نعيمه الصبح، وسابوا بيتهم وارضهم وكل ممتلكاتهم، ومحدش يعرف خالص مصير العيله ديت لحد دلوقتي ايه. ديت كانت قصتنا عن عشق الجن للانس، وازاي ان الجن عشق نعيمه وخلاهم من اغنياء البلد وممكن يعمل المستحيل للمعشوقه. يا رب القصه هتكون عجبتكم واكون قدرت اقدمها بكل تفاصيلها، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه لو مش مشترك عندي. وليكم مني جزيل الشكر والاحترام، المحارب البرنس. شكرا لكم.